السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا البنات، فيديو جديد على القناة. حبيباتي كنرحب بكم الف 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 مرحبا على قناتكم دائما جمالك مع حنان. فيديو جديد البنات. اليوم العناية بالشعر ديالنا، جبت لكم البنات واحد التخليطة، واحد الزيت بتخليطة الاعشاب طبيعيه خطيره البنات، الروعه. ما عندي ما نقول عليه غير انه غادي يطول لكم الشعر، غادي يقوي، غادي يحيد التقراض. الناس اللي عندهم دغيا تيطيح لهم شعرهم اللي ما تيطوالش، يعني ما عندي ما نقول عليه. الا تبعتوه صدقوني غتلقاو واحد النتيجه روعه على الشعر ديالكم بفضل هاد الاعشاب اللي هي متنوعه البنات. شوفوا شحال كيشهيو هاد الاعشاب وشحال زوينين، كيعجبوني هاد الاعشاب الطبيعيه. مهم الا كنتي اول مره كتقومي بزياره القناه كنتمنى انك تخلي لي اشتراك وتخلي لي جنب هذا الفيديو وضغطوا على جرس حبوباتي. ننتقلوا للوصفه. ركزوا معايا البنات مزيان عافاكم باش تشوفوا شنو هما المكونات، كذلك تشوفوا الطريقه وتشوفوا طريقه الاستعمال. اول حاجه غنبدا بالمكونات. غنهز عندي الطبيسيل باش نقربوا لكم، وغادا نبدا بشويه بشويه. اول حاجه كناخذوا القرفه، معلقه كبيره ديال القرفه عواد ما مطحوناش، معلقه كبيره ديال اليازير، عشبه اليازير او الازير، معلقه كبيره ديال المريوت مكرمه ما مطحو، هادشي كامل ما غنطحنوش. معلقه كبيره ديال الحبه السوداء، معلقه كبيره ديال القرنفل ها هو، معلقه كبيره ديال الخزامه، معلقه كبيره ديال السالميه ها هي حتى هي مكرمه، معلقه كبيره ديال البابونج، معلقه كبيره ديال الحلبه. واهم مكون واللي غادي تستغربوا البنات او قليل اللي ما تعرفوش هو الفلفل. فلفله حاره ماشي حلوه البنات، فلفله حاره. علاش الفلفله حاره؟ كتنشط لنا الدوره الدمويه. الناس اللي عندهم الجلده ديال الشعر ديالهم ماتت، ما بقاوش كيحسوا بها، يعني ما بقاتش كتستجيب. هاد الفلفله حاره كتحيي ديك الجلده، كتنشط فيها الدوره الدمويه. واكيد خاصنا الشعر ديالنا او الجلده ديال الشعر ديالنا تكون الدوره ديالو نشيطه. علاش؟ باش هكذا يبدا كينمو لينا كما قلت لكم فلفل الحار. واخر حاجه عندنا هي هاد الثومه، هادي الثومه الحمراء. انا خديت غير هاد جوج ريصات صغيورين. علاش؟ حيت انا كيطيح لي لا طونسيون الا قويت الثومه بزاف لشعري. غادي نحس انني كتجيني الدوخه، ما نقدرش نكمل العومه في الحمام. البنات اللي ما عندكمش مشكل في الطونسيون تقدروا ديروا خمسه. انا درت غير جوج صغيورين شفتوا، تقدروا ديروا خمسه زوينه بزاف بزاف الثومه للشعر. هاد الزيت هذا، هاد الاعشاب هادو زوينين بزاف. السلميه مزيانه للشعر كطولو كتنقيه. البابونج كذلك. الحلبه خطيره للشعر. القرفه كتنشط لنا الدوره الدمويه ديال الشعر، كتطول بواحد الصوره رهيبه. اليازير حتى هو مزيان للشعر. مريوت حتى هي كتطول الشعر. الحبه السوداء ما غندويش عليها حيت كلشي عارف الفوائد ديالها. والخزامه كذلك حتى هي معروفه وعندها فعاليه كثيره انها كتداوي لنا الشعر، كتحد لنا من التساقط وكتحيي لنا الجلد الميته. وحده ديك الزغبه اللي كيكونوا مقردين حتى هما كتعالجهم لينا. غتشوفوني كيفاش غادا نخلط هاد المكونات. كما قلت لكم كل حاجه منها معلقه. غادي ناخذ قرعه ديال الزاج تكون معقمه دائما. اي قرعه بغيتو تستعملوا غادي نتعقموها قبل ما تستعملوها. غادي نبدا نهز كل مكونات، غنبدا نهز ونحط نخشيهم هنايا. بالنسبه للسالميه والريوت انايا مكرماهم عندي في الدار كنستعملهم. ها هي من الريوت. اليازر حتى هو مكرماه عندي الدار. المهم البنات انا غادا نكمل هذا الشيء وغنوصل الفلفله وغنوريكم كيفاش غندير لها. المهم البنات بعد ما خشيت جميع هذوك المكونات ها نتوما كتشوفوا في هذه القريعه هذه اللي عندي هنايا، بعد ما خشيتهم كاملين كان بقات ليا الثومه. بغيت نوريكم كيفاش ديروا ليها. الثومه كتحيدي غير هاد الجليفه هذه وكتخشيها
ما كتقرضيها، ما كتحنيها، ما كتعص والو، غير كتحيدي لها جليفه وكتحطيها. دابا الفلفل الحار البنات نتوما غتشوفوني كيفاش غندير ليه. غادي نديرو نقرضو هكذا، 1 2 3. اختاروها غير تكون صغيره، ما تختاروش شي وحده تكون كبيره. عرفتو نتيجته زوينه بزاف، كيطول حتى الشعر البنات. ها نتوما شفتوا. غادي نسد هاد القنينه هذه بحال ما هكذا، وغادي نخلط هكذا. وغادي نخوي زيت الزيتون حتى غادي نعمر على هاد الاعشاب اللي عندي. عمرت على هاد الاعشاب اللي عندي كاملين. غادي نعاود نولي نسد هاد القريعه هذه باحكام ونضربها مزيان باش يندمجوا المكونات. شفتوا. ها نتوما البنات النظر ديالها زويون، غزال كيشهي. شفتوا. من بعد ما خلطت هاد الاعشاب كاملين غادي نوريكم الطريقه اللي تستعملوا بها. اول حاجه قبل ما كتبغي تمشي للحمام كتشدي مثلا قبل ب4 سوايع كتشدي هذا الزيت هذا بعدا البنات بلاتي نسيت واحد الحاجه سمحوا لي. كتشدي هذا الزيت وكديريه في واحد الكاسرونه، هاد القرعه هذه كديريها في واحد الكاسرونه وكديري لها حمام مريم فوق البوطه وكتخليها تغلى لمده 5 دقائق. مهم صافي. مهم قلت لكم ملي كتبغي تمشي للحمام كديري هاد الزيت لشعرك، حمام ديال الزيت، وتحاولي انك ديري حركات لشعرك غير بصباعك بشويه. ديري حركات لشعرك وديري شي هذا. المهم الغطاء ديال الشعر يكون خاص بالشعر وخليها 4 سوايع ومن بعد سيري غسلي في الحمام. كديري هاد الوصفه كل سيمانه، صدقوني ما غاديو تكملوا 2 حتى 3 سيمانات حتى غتلقاو واحد النتيجه زوينه، غيوقف التساقط بمره. كنتمنى البنات ان هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى انكم طبقوا هاد الوصفه الزوينه بزاف وتردوا لي في التعاليق. بسلامه البنات، دمتم في رعايه الله وحفظه، دمتم سالمين غانمين، حتى نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.